احنا بنطبقه طبعا. وهنا استخدام الشعارات الدينيه، يعني لا هذا ولا ذاك يستخدم اي شعارات دينيه. لكن انا عايز افوت الفرصه ولا اتعامل مع المساله على انها حملات خصيصا من اجل ازاله صلى على النبي. لا يا فندم، لا توجد حملات خصيصا ولا حاجه. انت سيادتك تعلم ان هناك في حملات، احنا خدنا حمله دعايه 4 ايام يمكن ضمن برنامج سيادتك المحترم، اعلنا فيه ان في مش حمله، في عمل يومي مروري لتحقيق الانضباط المروري داخل المدن كلها على مستوى مصر وعلى الطرق كلها. هذه الحملات بتشمل حضرتك حزام الامان عشان بيتسبب في الحوادث، ولما الحوادث بيحصل فيها اصابات كبيره ووفيات نتيجه عدم استخدام حزام الامان. بنوجه بحملات على التليفون المحمول اللي واحد بيستخدمه اثناء هل جالكم توجيهات جديده؟ لان انا سمعت انه سيتم تطبيق، لانه انت عارف ما كانش بيطبق ده، الناس ماسكه المحمول وشغاله والحزام الامان ما فيش. من يوم السبت احنا عملنا حمله توعيه لمده 4 ايام في جميع وسائل الاعلام، مسموع ومقروء ومرئي، وكمان حملاتنا احنا كنا بنقف بنفسنا كضباط وامناء على مستوى الجمهوريه كلها، نوقف السيد قائد المركبه نقول له من فضل حضرتك اربط حزام الامان بتاع حضرتك واللي جواره طبقا للقانون. وبعد ما وجهنا بالاعلام ده كله وبالدعايه دي كلها وبالتوعيه، ابتدينا من يوم السبت نطبق هذا القانون. من يوم السبت القانون ايه بقى فيما يتعلق بالحزام وفيما يتعلق بالمحمول؟ القانون يا فندم بيقول ان قائد المركبه ومن بجواره اذا ما ربطش استخدام حزام الامان بيغرم من 100 جنيه الى 300 جنيه، ومن حقه يتصالح اذا دفع نصف الحد الادنى للغرامه في حينها او خلال 72 ساعه يدفع 50 جنيه. كذلك المحمول زيه، لكن المساله مش مساله فلوس، المساله كلها ان احنا لما لقينا في ازدياد في عدد المصابين نتيجه الحوادث. طب زادت ليه؟ ما احنا لازم نوصل بقى للمعدلات العالميه للناس الكويسه. صحيح احنا معدلاتنا نزلت عن الاول، بس ده مش الرقم اللي احنا عايزينه. لما نوصل ل 6700 قتيل في السنه ممكن احنا احسن من دول كثيره، لكن ما احنا مش زي الدول المتقدمه. وليه ما نوصلهاش؟ الموضوع بسيط جدا. تبين لنا من مركز بحوث حادث المرور ان طالما سيادتك ما بتستخدمش حزام الامان ولا قدر الله حصل الحادث، لما بتربط حزام الامان بتقل نسبه الاصابات ل 80%. كذلك لما سيادتك تستخدم المحمول وانت قائد المركبه ما انتش منتبه لا ليمينك ولا